طب انت تعرف ليه اساسا اورو بلانكو كافيه اسمه اورو بلانكو؟ بالظبط، هي دي شجره الاورو بلانكو. بس مش ده موضوعنا خالص. انا هنا جاي اشرب قهوه حلوه. البدايه كانت ان فرع الكافيه الجديد في مدينتي فتح من ايام، والناس بصراحه عزمت اي حد ليه علاقه بالقهوه ما عدا انا. بس فكركم هو ده حوق فيا ولا زعلني؟ عادي، انا رحت وقلت اطلب فلات وايت فلتر كوفي تشيز كيك ونشوف بقى الكلام على ايه. وعلى قد ما انا كنت رايح متحفز جدا، بس بصراحه الفلات وايت والفلتر كوفي عجبوني جدا. اقدر اقول انها واحده من احلى تجاربي مؤخرا مع القهوه. نخش بقى على التشيز كيك. بغض النظر ان انا بقلصت وتخنت وبقيت شبه الفود بلوجرز اللي بكرش دلوقتي، بس التشيز كيك دي كانت مختلفه جدا. شكلا، قوام، طعم. طبقه الشوكليت اللي بره دي كانت خطيره، والتشيز كيك جواها كانت حلوه جدا. من الحاجات كمان اللي لفتت نظري في المكان ان هم عندهم الشيف الخاص بيهم، بيطبخوا الاكل والحلويات ومش بيجيبوا من مورد. ده بيخليك تاخد تجربه مختلفه جدا في الاكل. الكافيه عنده تقريبا كل المعدات والادوات الخاصه بتحضير القهوه. عنده كمان ستاف فاهم جدا وشاطر جدا جدا. ده هيخليك كل مره هتكون حابب تجرب القهوه بنوع او بشكل مختلف، وهتاخد استمتاع مختلف لمعنى القهوه. ده غير ان ديكورات المكان جميله، الاضاءه لطيفه جدا، الموسيقى هاديه، الكراسي كمان مريحه في القعده. وكل ده هيخليه مكان بالنسبه لي مريح جدا للخروجات ومناسب للديتس، حتى للشغل وللمذاكره. دي الفاتورة والأسعار اللي أنا دفعتها، وأكيد أكيد أنا حاجي تاني كتير.